في وجع ملوش صوت، ناس بنسميهم أهل بس وجودهم وجع أكتر من البعد. العلاقات السامة مش دايما جاية من الغريب، ساعات بتكون من أقرب الناس، من أم بتكسرك بكلمة، من أب بيحسسك إنك ولا حاجة، من أخ أو أخت دايما بيقللوا منك ومن قيمتك قدام نفسك وقدام الناس اللي حواليكي. النهاردة هنتكلم عن العلاقات دي، عن الوجع اللي بنسميه حب، وعن إزاي ننجو من ده من غير ما نفقد نفسنا ومن غير ما نبعد عن أهلنا. احنا دايما بنتكلم عن العلاقات السامة بين الأصدقاء، بين الصحاب، العلاقات الخارجية اللي في حياتنا، بس محدش أبدا بيكلمنا عن أصعب نوع فيهم، النوع اللي هو العلاقة السامة اللي بتبقى جوه العيلة بتاعتنا، العلاقة السامة اللي جوه أسرتنا وجوه عيلتنا. لما الأذى بيجي من أم أو أب أو أخ أو حتى أخت، المفروض يكون إن ده الأمان، وساعتها الوجع بيكون مضاعف بالنسبة لنا. في ناس اتربت على الخوف مش على الحب، على اللوم بدل الدعم، وعلى الكلمة الجارحة بدل الحضن، وساعتها الأم أو الأب مش بيكونوا قصدهم يؤذوا، بس بيوصلوا الألم من غير ما يحسوا بينا، زي لما يقارنوا بينك وبين حد تاني، أو يقللوا منك، أو ما يقدروش مجهودك اللي بتبذليه عشانهم وعشان خاطرهم وعشان ترضيهم. وفي بيوت تانية الأذى بيكون أوضح بشكل مباشر، تحكم، سيطرة، عدم احترام، تدخل في خصوصيتك زيادة عن اللزوم، أو استغلال عاطفي يخليك دايما حاسس إنك لازم ترضيهم عشان يتقبلوك، عشان تتقبل عندهم. هم لازم يسيطروا على شخصيتك، لازم يتحكموا في حياتك، لازم يقتحموا خصوصيتك. هو مش معنى ان هو شخص من اهلي، يعني اختي، اخويا، ابويا، امي، مش معنى كده ان هو يبقى ليه الحق ان يأذيني او يقلل مني. القرابة مش مبرر للأذى يا جماعة، في فرق بين البر وبين انك تفضلي في علاقة بتكسر روحك. البر يعني احترام، دعاء، مساعدة باللي اقدر عليه، باللي انا اقدر اساعد بيه، لكن مش انك تسكتي على الاهانة او تدمري نفسيتك عشان ترضي الناس. ساعات افضل حاجة تعمليها هي انك تحطي حدود، مش لازم تقطعي العلاقة، بس لازم تحمي نفسك من العلاقة السامة. ممكن تبقى قريبة جدا، يعني ممكن تبقي قريبة منهم جدا، بس من غير ما تسمحي ليهم ان هم يدخلوا حياتك بالطريقة اللي بتأذيكي. احنا مش هينفع يعني ايه نقطع علاقتنا بيهم، لا احنا عايزين نقطع الاذى اللي جاي من ناحيتهم. يعني انا مش هينفع اقطع امي ولا اقطع ابويا ولا اقطع اخواتي ولا اعيش وحيدة بدونهم، ولا لا مش كده خالص. هو انا محتاجة ان اقطع اي اذى جايلي من الناحية بتاعتهم، الناحية اللي بتأذيني، ان هم بيستهلكوا طاقتي، لا ابعد. ان هم بيستغلوني، لا ما اديش اي حاجة ليهم مادام فيها استغلال وانا عارفه ان ده استغلال، لا ما ادهمش، ما اعطيش، ابطل عطاء شويه من الناحيه اللي انا بحس فيها ان هم بيستغلوني فيها. خليني بس اقولك كده في الاول، يعني ايه علاقه سامه اصلا؟ العلاقه السامه هي اي علاقه بتسحب منك طاقتك وبتخليكي دايما متوتره، حزينه، مخك مشغول، هبرر ازاي، هعمل ايه، هقول لهم ايه، شايله همهم في كل حاجه. بدل ما تكون سبب راحه ودعم ليكي، لا بتكون علاقة مدمرة للنفسية. مش شرط تكون علاقة حب، انا بتكلمش على حب، ممكن تكون علاقة صداقة، ممكن تكون علاقة اخوات، ممكن تكون علاقة اصدقاء قوي 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 ومتداخلين جدا مع بعض، علاقة ام ببنتها، علاقة اب بابنه، علاقات كتير في حياتنا بتدمرنا نفسيا من جوه، بتحطمنا. اي علاقة احنا موضوعنا النهاردة عن العلاقات السامة اللي في القرابة او في الاسرة. بس اي علاقة تحسي فيها انك دايما شايلة همها، اعرفي ان دي علاقة سامة. دايما شايلة هم التبرير وهم التفكير وهم ان انا هقول ايه وهعمل ايه، دايما شايلة هم الطرف الاخر، مفيش مساحة، مفيش حرية،
اعرفي ان دي علاقة سامة. هو طبعا في علاقات بتستهلكنا كل يوم من غير ما نحس، علاقات بتخلينا دايما حاسين ان احنا اللي غلطانين، ان انا مش كفاية، ان انا لازم ابرر كل تصرف بعمله، انا لازم اطلع مبرر للحاجة اللي جبتها والحاجة اللي عملتها والمشوار اللي روحته من غير ما استأذنهم، حتى لو هم انا دلوقتي كبيرة وواعية ومتزوجة وعندي اولاد والمفروض ما اخدش اذن امي ولا اذن ابويا، انا معايا راجل مسؤول عن تصرفاتي مثلا، عن خروجي وعن طلوعي. لا، انا بقعد اجلد نفسي، ان مش انا بقى اللي بجلد نفسي، هم بيجلدوني على انك ازاي رحتي المشوار الفلاني من غير ما تقولي، من غير ما تستأذني، انت ازاي عملتي الحاجة الفلانية من غير ما تعرفينا. وتفضلي انت بقى في دوامة انا هقول لهم ايه، مرة تكذبي عشان تقدري تطلعي من الحوار ده، مرة تألفي، مرة تقعدي تهيئي موضوع، بتبقي مش عارفة تجيبي مواضيع منين تستخبي فيها. بس دي مش عيشة، عشان تبقي عارفة دي مش عيشة ان انا افضل عايشة في احباط ووجع والم منهم. انا عايزاكي تكتشفي معايا انتي موجودة فعلا في علاقة سامة ولا لا، وتختاري بنفسك قبل ما العلاقة دي تكسرك. يعني انتي تختاري بنفسك تصححي العلاقة دي ازاي، تطلعي منها ازاي، تنجو منها ازاي. بس مش ان انتي تقطعيهم وتقطعي علاقتك بيهم، لا، انت تقطعي الاذى اللي جاي من ناحيتهم، من اتجاههم. دايما بتلاقيهم بيهزوا فيكي ثقتك في نفسك، بيخليكي تحسي بالذنب وتأنيب الضمير، ولو طلبتي راحة او حدود يزعل ويتقمص. بتحسي دايما ان مفيش احترام ولا تقدير لخصوصياتك، دايما حاسة بانتقاد، دايما بيلوموكي، دايما في عتاب، في لوم، في مشادات منك ليهم ومنهم ليكي، بسبب انك ما عملتي وما قلتيش، رحتي وما قلتيش، جبتي وما جبتيليش، وهكذا. على طول حاسه انك لما بتيجي تتكلمي معاهم مش عارفه تخرجي من الكلام معاهم غير وانت مجهده نفسيا. طب احنا ليه يعني بنفضل في العلاقه دي؟ ايه اللي بيخلينا مكملين في العلاقه دي؟ الخوف من الوحده وانك هتكوني وحيده وملكيش حد يسأل عليكي بيخليكي بتكملي. التعلق بالامل ان الشخص ده هيتغير بيخليكي تكملي. اننا شايفين ان احنا منستحقش نعيش حياة افضل بيخليكي تكملي. عايزين بقى نتعامل ونتحرر من الحاجات دي. نعمل ايه؟ عايزين خطوات كده نمشي عليها عشان نقدر نطلع من العلاقة السامة اللي احنا عايشين فيها مع اهلنا. اول خطوة انك تعترفي ان العلاقة دي بتأذيكي. تاني خطوة، حطي حدود واضحة حتى لو بسيطة، حطي حدود في المعاملة معاهم حتى لو بسيطة. تالت خطوة، لو الشخص مش بيتغير تقعدي تبذلي معاه مجهود كتير وتقولي له ان انتي الحاجة دي بتأذيكي او الحاجة دي بتضايقك او حتى لو اقرب الناس ليكي زي ما بقولك مش بيتغيروا، ابعدي عنهم بهدوء. خدي وقت كده، قسط من الراحة، افصلي عنهم شوية. اهم خطوة، ابدأي انك تهتمي بنفسك علشان تقدري ترجعي ثقتك بنفسك تاني وتبنيها من جديد. دي بقى اهم خطوة. حطي حدود في المعاملة معاهم، حطي خطوات علاجية ليكي. انا حاسة ان انا محتاجة ايه من نفسي، محتاجة اعرف ايه اللي بيأذيني ومحتاجة احمي نفسي منه ازاي. لازم تعرفي ايه اللي بيأذيكي وتطلعي من الأذية دي ازاي. فلان بيأذيني، اقرب الناس ليا بيأذيني، مش عارفه اخرج منها ازاي. انا اعرف الاذى جايلي من انهي اتجاه، جايلي منين بالظبط، بتأذيني في انهي حته، واعرف العب على الحته دي كويس قوي، اتعامل معاها في الحته دي. اجي بقى اتكلم معاها اقول لها انا الحته دي بتضايقني، ما تعمليش معايا كذا، انا مش متقبله اللي انت بتعمليه معايا، انا مش عاجبني الاسلوب ده، وقفي عند اللي انت بتعمليه ده لاني هتلاقي رد فعل مش هيريحك. انت لو ما بطلتيش تعملي معايا اللي انت بتعمليه ده انا هبعد عنك، انا مش هتكلم معاكي تاني، انا هاخد جنب، انا هزعل. لازم تعرفيهم انك شخصيه تقدري تاخدي خطوه، بس عشان خاطرهم مش عايزه، بس لو انتوا استمريتوا على اللي انتوا بتعملوه ده انا هاخد الخطوه ومش هيهمني. والمره المليون بقولك احنا مش بنقطع علاقتنا باهلنا، احنا بنقطع علاقتنا بالاذى اللي جاي منهم، احنا بنقطع علاقتنا بالاذى نفسه، مش باهلنا، لا بالاذى. انا بحط حدود علشان اعرف اتعايش واعرف حطي دايما في بالك ان العلاقات الصح بتبني مش بتهد. يعني
امي لازم تكون داعم نفسي ليا، ابويا لازم يبقى في ظهري، لازم يقويني، مش يجي عليا ويحبطني على طول. انتقادات انتقادات انتقادات. لما دمروا شخصيتي دمروا حياتي ودمروا نفسي. وخدي بالك ان مش كل اللي من دمنا يستحق يدخل قلبنا. يعني ايه، احفظي المثل ده وركزي فيه. ساعات البعد النفسي عن المؤذي اهم من القرب الجسدي. ركزي كده. يعني احيانا انا لما ببعد نفسي عن المؤذي اهم عندي من ان انا ابقى قريبه بيه بجسدي. لا، ما انا مش هبقى قريبه بجسدي وانت مدمر لي قلبي من جوه، وانت كسرني، وانت محطمني، وانت دايس عليا، انت مستغل ضعفي، مستغل حبي ليك، مستغل ان انت ابويا وليك سيطره عليا، مستغل ان انت امي، وتقعدي تقولي لي ده بر ده بر ده بر. لا، ده مش بر. انك تأذيني وتوجعيني ده مش بر. الوجع اللي بيجي من علاقة غلط عمره ما كان بر ولا كان حب. اختاري اللي يطمنك مش اللي يخوفك، وافتكري دايما ان السلام مش بيجي من غير قرار شجاع. لازم يبقى عندك قرار شجاع تقدري تواجهي بيه اللي بيأذيكي. واخر كلامي، انا مش بقول نقطع علاقتنا باهلنا ولا نقطع صلة رحمنا، بس احط حدود للأذية اللي بتأذيها منهم. القرابة مش مبرر للأذى خالص. عاوزاكي تكتبي لي في الكومنتات شايفة ايه اكتر نوع من الأذى النفسي اللي بتتعرضي له من قرايبك ومن العيلة ومن الاخوات ومن الاهل. ويا ريت اني تكتبي بكل امانة، لان كلامك ده ممكن يساعد حد تاني ياخد باله. يا رب اكون قدرت افيدكم ووصلت لقلوبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل حلقة جديدة بنزلها. ودمتم في امان الله وحفظه، ومع السلامة.